الصيام والحمل، امتى تصومي وامتى تفطري. داخلين على افضل شهور السنه، رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. وفي الوقت اللي ستات فيه بتفكر في تجهيزات رمضان، حاليا بتفكري في حاجه تانية خالص، لانك مختلفه شويه عنهم في رمضان الحالي. والاختلاف هنا انك مش فرد واحد، لا انتوا اتنين. وهقول لك مبروك المدام حامل. واهم سؤال دلوقتي، امتى الصيام يكون امن ليكي في الحمل وامتى ما ينفعش. لما كنا بنتكلم عن صيام يوم عرفه كان الموضوع بسيط، لان الصيام وقتها كان مقتصر على صيام كام ساعه لمده يوم واحد. ولكن النهارده هنتكلم عن صيام شهر كامل، مش يوم واحد. فامتى تصوميه وامتى لا. خلينا نقول ان القاعده الاساسيه اللي هيقولها لك اي دكتور، طول ما انت كويسه صومي عادي. يعني لو حملك مستقر ومفيش اي مضاعفات ممكن تصومي، بس هنزود شويه تعليمات عشان نكون في امان اكتر. اولها واهمها انك تتابعي كويس جدا مع دكتورك خلال فتره الصيام، ولازم طبعا تهتمي بشرب الميه كويس بعد الصيام، واكل وجبات متوازنه. اهم سؤال، امتى الصيام يكون خطر عليكي في الحمل؟ لو عندك حاجه من الحاجات اللي هقولها لك دي، سكر الحمل او الضغط المرتفع، انيميا او نقص الفيتامينات والمعادن، غثيان شديد او قيء متكرر، الحمل في توأم او مشاكل في المشيمه. في الحالات دي دكتورك هو اللي بيقرر هينفع تصومي ولا لا، وده يرجع لاستقرار حملك وتقييمه للوضع الصحي بتاعك. وطبعا مش هقول لك لو الدكتور سمح لك بالصيام واثناء ما انت صايمه حسيتي بدوخه، صداع، حركه الجنين قلت، لازم ساعتها تتواصلي مع طبيبك، وفي الغالب ساعتها هتفطري. وتعالي دلوقتي اقول لك